السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المتتبعات ديال القناه، مرحبا بكم معايا من جديد في القناه. بعد غياب طويل رجعت معكم اليوم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم في اتم الصحه والعافيه. صراحه مده هذه ما شاركت معكم حتى شي فيديو، فاليوم قررت انني نشارك معكم هذا الفيديو. ولو كنت كنصور فيديوهات ولكن ما كنتش كنمونطيهم، العكس بعض المرات كيكون. فاليوم قلت علاش لا نشارك معكم هذا الفيديو. وشكرا لجميع الاخوات المتتبعات الوفيات، لا سواء الاخوات اللي كيعرفوني شخصيا ولا بالنسبه للاخوات اللي متبعيني في القناه. شكرا لكم بزاف بزاف، حيت لاحظتوا فعلا الغياب ديالي، واخوات اللي كانوا كيسولوا فيا شكرا لكم بزاف بزاف. وهذا الشيء اللي خلاني اليوم انني نولي نشارك معكم هذا الفيديو هذا. فاليوم غادي نشارك معكم واحد السلطه صحيه، سلطه رائعه فيها فيتامينات، فيها بروتينات زوينه، لا في الشكل ديالها ولا في المنظر هانتوما كتشوفوا، حتى في المذاق ديالها راه كتجي زوينه ومغذيه. فكنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. واللي اول مره كتشوف القناه تشترك وتفعل الجرس باش تبقى توصل بكل ما هو جديد. ومره اخرى كنعاود نشكركم بزاف، شكرا لكم على حسن المتابعه. وكنتمنى ان شاء الله نولي نصور فيديوهات ونشاركهم معكم وما نوليش نغبر مره اخرى. نخليكم مع الفيديو، وكالعاده نتمنى لكم فرجه ممتعه. وسمحوا لي الاخوات الا كنت طولت عليكم في المقدمه. بسم الله وعلى بركه الله. هنا عندي 2 حبات ديال البطاطا اللي قشرتهم وسلقتهم وصفيتهم. كنضيف لهم شويه د الملح وشويه د الابزار وشويه ديال الربيع صافي. نمعسو هاد البطاطا مزيان بواسطه هاد الاله اليدويه، اولا ناخذ غير الفرشيط ونحاولوا اننا نمعسوها مزيان مزيان بحال الشكل فاش كنبغيو نصايبو معقوده، حتى كتولي عندنا على هاد الشكل هذا. هنا غنضيفوا ليها واحد 3 المعالق من هاد الصلصه هذه، وانا غنقول لكم باش تقدروا تبدلوها. بالنسبه لهاد الصلصه هذه انا عندي فيها جبن طاري، تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الجبن الطاري. كنضيف ليها شويه ديال البصله مقطعه رقيقه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، قطرات من الحامض اولا الخل، ومعلقه صغيره ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون. نتوما تقدروا تستبدلوها بالمايونيز، تقدروا تضيفوا واحد 3 المعالق ديال المايونيز الا ما بغيتوش ديروا الجبن الطري. فقط انا بغيت نخلي هاد السلطه صحيه، فلهذا ضفت الجبن الطري. صافي كنخلطوا ديك البطاطا مع ديك الصلصه عفوا مزيان. صافي هنا كنجيب واحد البلاطو كنفرش فيه البلاستيك الغذائي، وكنحاول انني نوزع فيه ديك البطاطا على هذا الشكل هذا. كندير واحد الطبقه من ديك البطاطا، نحاولوا ما نديروهاش رقيقه بزاف، المهم كنجيبوها على هذا الشكل هذا على شكل مستطيل هكذا. المهم هنا كناخذ واحد 2 حبات ديال الخيزو كنسلقهم وكنحكهم. فاش كيتسلقوا كنحكوهم في الحكاكه اللي كتكون غليظه، وكنزيدوا لهم شويه د الملحه، وصافي كنوزعوهم على ديك البطاطا على ديك الطبقه ديال البطاطا. هنا كذلك غادي ندير هكا شرائح ديال الافوكا اللي قطعتها على هذا الشكل هذا، وعصرت عليها واحد شويه د الحامض غير باش تبقى في اللون ديالها وما تكحالش. هنا عندي واحد الحبه ديال الباربه اللي كبيره اللي حتى هي سلقتها وحكيتها بالحكاكه وضفت ليها شويه ديال الملحه، وصافي كنضيفها هكا من الفوق على هذا الشكل هذا. وانتم تقدروا تضيفوا داكشي اللي متوفر عندكم. فهاد السلطه هذه راه كتجي رائعه وكتجي غنيه لا بالبروتين ولا بالفيتامينات، كتجي رائعه وزوينه بزاف. حتى هكا السيدات اللي عندهم الوليدات صغار ما كيبغيوش ياكلوا لهم هكا خيزو ولا الباربه،
بهاد السلطه هذه راه ما كيعرفوش شنو فيها، راه كتجي بنينه، وانا متاكده غادي تعجبهم وغادي ياكلوها. صافي كنزيدو شويه ديال الزيتون خضر مقطع، كنزيدو شويه ديال المايس، وهنا كنزيد واحد الحك ديال الطون. هنا انا استعملت الطون اللي كيكون بالماء ماشي ديال الزيت. كيف قلت لكم بغيت نخلي هاد السلطه تكون صحيه اكثر، استعملت طون ديال الماء. تقدروا تستعملوا ديال الزيت، غير صفيوه مزيان من ديك الزيت وديروه. هنا عندي واحد جوج بيضات اللي محكوكين، مسلوقين ومحكوكين، حتى هما كنضيفهم. وتقدروا تضيفوا كذلك الكورنيشو، تقدروا المهم اللي كيعجبكم في السلطه تقدروا توظفوه فيها. مطيشه تقطعوها طريفات هي ديروها. صافي كنجيو هنا كنروليو هاد السلطه هذه اولا هاد البطاطا هذه، كنروليوها على داك الشكل اللي شفتوه معايا بهاد الطريقه هذه. وفاش كنروليوها وكنخليوها هكاك بداك البلاستيك الغذائي، كنحطوها شويه في الثلاجه كتشد شويه راسها. فاش كتشد شويه راسها كتعاوننا اننا نحطوها في الطبق ديال التقديم. كيف كتلاحظوا معايا هنا، انا هنا كنت دخلت هاد الثلاجه وخرجتها وحطيتها هنا في هاد الطبق ديال التقديم. هنا غادي ندهنها بديك الصلصه اللي تبقات ليا ديال الجبن الطري. نتوما تقدروا كيف ما قلت لكم تستعملوا المايونيز، تقدروا تدهنوها به. صافي هنا غادي نزينها هكا بشرائح ديال الفرماج اللي كيكون كاري ديال الساندويتش. وهنا كيف كتشوفوا التزيين راه كيبقى اختياري، باش ما بغيتو تزينوه بالخس بالخيار، داكشي اللي عندكم متوفر في البيت تقدروا تزينوا به. هنا انا كيف شفتوا معايا زينت بدوك الشرائح ديال الفرماج، شويه ديال المايس، شويه داكا ديال الزيتون، وكنتبقى لي شويه ديال البيض محكوك زينت به هانتوما الاطراف ديال السلطه. صافي وهنا رافقتها بشويه ديال الفواكه الموسميه، شويه ديال الرمان، المندارين، وكذلك فاكهه الكاكي راها متوفره حاليا في الاسواق. نحاولوا هكا ناخذوا هكا الفواكه اللي كتكون موسميه، راه كتكون فيها فيتامينات نستافدوا منها. نتوما كيف ما قلت لكم تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا، تقدروا تفرشوا ليها الخس وتحطوها من فوق الخس وتزينوا يعني مثلا بغيتوا ديروا معاها هكا الخيار مطيشه اللي كان عندكم تقدروا تزينوا به. فانا زينت هكا بالفواكه، صراحه هكا كيجي المنظر ديالها زوين. وصافي هنا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف ولذيذه، والاهم انها صحيه. تقدموها هكا للعائله ديالكم، يعني حتى هكا الا جا عندكم شي ضيف تقدموها له، راه كتجي زوينه ورائعه. صافي هذا ما كان، هانتوما كتشوفوا معايا كيف دايره من الداخل. فكنتمنى اخواتي تكون عجباتكم هاد السلطه هذه والفيديو يكون عجبكم. فما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات زويونين بزاف وشي حاجه اللي رائعه ان شاء الله يا ربي. فهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. خليت لكم الراحه وفي امان الله.